تاني بالراحه. بصي، احنا قلناها تاني اللي هو ايه؟ اللي هو اللي كان في رمضان وجه يفطر، نقول له ايه؟ اقل كميات كبني ادم كبير، لحد ما يجي ياخد اللي هو نقرب الوجبات لتغيير المواعيد، علشان خاطر لو دخل من بعد الصيام بتاع رمضان وتاني يوم راح ضارب كبده وبطاطس ومعرفش ايه، هيفضل منفوخ وتعبان، ويجي على الغدا ياكل الاكل بتاع الغدا اللي هياكله عندنا سايبه، وفي الاخر خالص بطنه تتنفخ من اللحمه، وفي النهايه يقعد له 4 ايام لا نافع معاه لا ادويه حموضه ولا بي بي اي اللي هي الادويه برضه بتاعت الحموضه، ولا نافع معاك جافسكون، ولا نافع معاك لبن رايب. عشان بس الناس بتصدر الكلمه دي اللي هو ايه، يا عم تعالى كل وبعد كده بضرب رايب، ده كده بيوديه في داهيه. ماشي الكلام؟ طيب يبقى دي الاولانيه. ابن حضرتك بقى، ركزي في الحته دي عشان كل كلمه هتتقالك لها معنى مع عيل تاني غير طفلك. اللي انا دايما بقولها ايه؟ انتوا ربيتي كام عيل؟ خدت بالك انت العيل الكام؟ فاحتماليه الثالث في العيله والاول ليكي، فالثالث في العيله ربيتيهم، قعدت معاهم يوم بيوم، عرفتي التريكات اللي هم بيعملوها في اهاليهم اول 5 شهور؟ لا، يبقى انت لسه ابيض وعلى الله حكايتك، وانا دي شغلتي ان انا افهمها لك حاجه حاجه. فالعيل الصغير ال9 شهور اللي كان في بطن مامته مفيش اكل، لما هينزل هياخد السرسوب اللي هو النقط، ركزي كده، هياخد السرسوب اللي هو النقط لمده 3-4 ايام لحد ما اللبن يبتدي ينزل اللي هو الاسبوع اللي بعد العيد. خدت بالك انا بقارن الاثنين ببعض ازاي؟ فهو نفس الموضوع. فالسرسوب بعد كده اللبن، بعد كده لبن الام بيبتدي يزيد، لبن الام بيتاثر بادويتها بهرموناتها باكلها وشربها بحالتها النفسيه باكلها وشربها باللي بيزعلها واللي ما بيزعلهاش، وبين العيل الصغير. ومفيش حاجه اسمها رضعه كامله، في حاجه اسمها ابنك عارف ان ماما حسب الطلب، فبياخدها من اول دقيقتين لحد 2 و3 ومحدش شريكه لا بميعاد ولا بمده ولا بكميه. بقولها للام اللي عايزه دماغها تشتغل اكتر، بقولها انت ما عندكيش هنا عداد زي بتاع البنزين، وابنك ما عندوش سنسور زي بتاع العربيه. طب انا بعرف ازاي ان العيل خد كفايته؟ اخر اليوم بحسبها كم حفاضه ملاها ميه، يبقى معناها ان ابنك واخد قدهم 3-4 مرات، ابنك مليله. هتقولي طب والبراز؟ اقول لك اتاخر لحد 3 ايام ما عنديش مشكله. طب واللبوس؟ خليه اخر حاجه. شفت الكلام عمال يجيب بعضه ازاي؟ طيب ارجع تاني للي لسه خارج من بطن امه وخد السرسوب اللي هم بدايه السقسقه اللي هو البرايمنج. برايمنج يعني ايه؟ يعني حضرتك ما ينفعش لما تيجي تاكلي تضربي الاكل مره واحده، بيقول لك ايه؟ اشربي بقين، سمي، قومي اتحركي، ارجعي. اللي هو ما ينفعش يبقى صايم ويفطر مره واحده. طب ولو كان مره واحده هيزعل. طيب العيل الصغير بقى، انا عمال احسبها ازاي لحاجه انت فاهماها، للكلمه بقى اللي هي شغل تاني. ابنك على ما يبتدي قولونه يشتغل ونقول انه هياكل، بياكل امتى؟ بعد ما يخلص الثالث، دخلنا في الرابع، دخلنا في الخامس. اشمعنى؟ عشان لبن الام يسوي وينظف او يظبط او يأهل المبنى اللي احنا هنبنيه اللي اسمه قولون ابنك، اللي هيبتدي ياكل في الخامس والسادس. بعد الليله دي انت مش هتحتاجي تروح للدكتور في الموضوع ده تاني باذنك يا رب. طيب اللي بعديها، طب انا عيلي على ما يبتدي يتعود، هتلاقي اللي بيحصل يعني زي مثلا احنا نقلناكي مثلا من هنا من الزقازيق ورحت قعدتي في زايد مثلا او في التجمع، ايه اللي هيحصل؟ هتاخديك على الاقل 3 شهور مش مستريحه ومش مرتاحه ومتضايقه ومقريفه ومش عاجباك الميه والجو مش مريحك والناموس بتاعهم مش مريحك كمان، وحتى اللبس وجو السعوديه مش مريحك. هو نفس الكلام اللي بيحصل مع عيالك. الرضاعه هو بيرضع بغير مواعيد فبطنه هتتنفخ، طب بكميات انت ما تعرفهاش بطنه هتتنفخ سواء كان في اللبن الطبيعي ولا الصناعي. الادويه تحصيل حاصل تكمل بنسبه 10% انها تهديلك عيلك، لكن ما بتهديش كله. وعشان كده بيقول لك ايه؟ لو كانت بالادويه ما كانوش قالوا لحضرتك اعملي له العجله وطبقي له رجليه واعملي له مساج بطن ونيميه على بطنه وامنعي اكل من موجود عندك، ده خليه دي حته ثانيه. فطالما فيها اجتهادات من بره، يبقى كمان ابنك اصلا خدت بالك الليله دي، يبقى اصلا فكره الادويه تحصيل حاصل كحاجه بتهدي. طيب يبقى قولنا العيل 3 شهور على ما يظبط. ف3 شهور على ما يظبط دي اللي هو ايه؟ خد سقسقه اللبن اللي موجوده من عندك. طب ما هو لازم الرضعه كامله، هو مش رضعه كامله، هو تفضيه الثدي تفضيه كامله. اللي ما تفضاش في 5 دقائق هيصحى تاني، هيفضل بعد ربع ساعه، هيفضل ثالث بعد ساعه، هيفضل ثالث بعد ساعتين. المهم ان انت ليكي ساعتين في كل ناحيه
او ساعه في كل ناحيه لحد ما تحس ان الدنيا فضيت والولد عمال يقطع فيه، وانت جيت تعصري ما لقيتيش لبن، وانت حسيت ان ما عادش فيه ملء، والناحيه الثانيه ابتدت تشد، ساعتها بقى تنقلي الناحيه الثانيه اللي هو فكره ايه؟ اللي هو عشان يجيب اللبن الامامي والخلفي. ولو حد جه يكلمك ويقول لك اللبن الامامي والخلفي قولي له جميل وممتاز، بس قولي له هو اللبن الامامي الامامي بيخلص امتى والخلفي بنوصل له امتى؟ لو قال لك ربع ساعه قولي له اختلافات فرديه بين الواحده والثانيه، وقول لي امتى وازاي، وقولي هو الخط الفاصل وامتى اللبن هنا وامتى اللبن هنا. انا لو عايز اعقدك هصدر لك الحاجه الكبيره، مركزه معايا كده؟ ماشي، هصدر لك الحاجه الكبيره اللي هو ايه؟ اللي هو اصل لازم ساعتين، لازم تلت ساعه. يعني ايه تلت ساعه؟ عشان يجيب اللبن الخلفي. طب ولو عيل جاب اللبن الخلفي، عيل كبر زي ابنك مثلا دلوقتي شهرين وبقى بيجيب اللبن الخلفي في 5 دقائق، اشمعنى؟ الواد قوه المص بتاعته وهو لسه مولود ولسه بيقط، ولا العيل اللي بقى له شهرين وابتدى يشفط؟ ودي التالتة. اللي بعديها بني ادم ما عندوش مواعيد للاكل والشرب. تاني، يعني انا مثلا المفروض ان انا باكل الساعه 5 وباكل الساعه 2 بالليل. حلو كده؟ ده اللايف ستايل بتاعي مثلا بقالي بتاع 5 سنين. لو انا جيت كلت الساعه 12 الظهر، كلت الساعه 3، وكلت الساعه 5، وكلت الساعه 9، وكلت الساعه 12، ايه اللي هيحصل؟ هتنفخ وهتمغص وهتعب. طيب ما هو يا دكتور ما ننظم. هقول لك عيل صغير، ركز بقى، فكر كانك عيل واستحاله تنظمي. هو بياخد اللي يكفيه، لبن الام، خد اول مصتين اللبن فيه من فضل ربنا حاجه بتخلي العيل يهدى وينام، تفخد كده وجسمه يسيبه وينام. وحاجه كمان من رحمه ربنا ان هو من بعد 12 بالليل هرمون هرمون النوم بينزلوا في اللبن من عند مامته. ساعتها تروحي مضلمه وتفك الاريافه بتاعت اللبس الكتير دي وعلى قد الجاكيت بتاعك مثلا او روب، وتروح مدخله الواد الصغير جواه، وتبقى عامله حسابك ان هو ملمس وابتدى ينام، وانت تبقي سائله نفسك سؤال: هو انا واكله برتقان يمكن يضايقه؟ هو انا واكله فسيخ يمكن يضايقه؟ هو انا واكله شاربه بني يمكن يضايقه؟ هو انا واكله لبن ولحمه يمكن يضايقه؟ هو انا كنت متعصبه يمكن يضايقه؟ هو انا كنت واخده حبوب منع الحمل يمكن تضايقه؟ فبنقعد نسال نفسنا الاسئله دي مش عشان خاطر الواد هيبهدل الدنيا، عشان في حاجه ثانيه. بيقول لك في ال5 شهور الاولانيين 5 شهور ليكي من 3 ل5 مرات عيلك يبتدي الصرخ الساعه 12 بالليل ويلففك على كل دكاتره المنطقه ويخليكي تجيبي كل ارقام الناس اللي بيردوا على التليفونات وتطلعي على كل المستشفيات وتنزلي تلفي، واول ما تخرجي من البيت يسكت، واول ما يقلع الحمام ويعمل حمام في وشنا بيسكت. يبقى كده معناها مفيش. واخر كلمتين: تحليل البراز بتاع حساسيه اللبن مالوش علاقه بحساسيه اللبن، بيشخص مليون حاجه. واللي يقول لك اصل هو براس حامضي ومش براس حامضي، قول له طب اعمل له الصبحيه وتعالى اخر النهار هتلاقي ده حاجه وده حاجه، ده وقت وده وقت، فكل وقت وله ادانه مع العيل الصغير. الا اذا، ركز بقى في الا اذا، يعني اللي هو ايه؟ هو انا بقول لك كل حاجه كده فانا كده صح؟ لا، ما انا هقول لك بقى الا اذا دي اللي عشان تبتدي تتحركي. ابنك عمل حمام كتير قوي 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 وبقى الحمام بيرغي في تعريقتين دم، التسلخات اللي من تحت مش لازم كلها تبقى بتاعت حساسيه اللبن. وبتاعت حساسيه اللبن بتلاقي جلد العيل كله اتسلخ من تحت، وممكن يبقى بيسنن ويتسلخ، وممكن يبقى متحرر ويتسلخ، وممكن يبقى عمل براز وجاب من ورا لقدام، يعني بدل ما هو لازق لورا راح زانق جايب لقدام. فكل اللي احنا بنعمله كالاتي: انت بتراقبي اكلك وشربك، ولما تيجي تفكري فكري كانك النونو مش مامت النونو، اللي هو ايه؟ ده انا مغيره له، ركزي في الحته دي، انا مغيره له وماكلاه ومشرباه ومرضعاه ومنضفاه ومبدراه ومهوياه وملبساه ومدفياه وحضناه. ده في قوانين العيل الصغير ولا حاجه. العيل الصغير عايز ماما في بقه ال 24 ساعه، ماما مهوياه، ماما قاعده في العربيه الكرسي اللي وراني والعربيه عماله تلف بيهم. عملت الاربعه دول 90% من مشاكل عيلك الصغير هتهدى، وال10% ده رزق الدكتور. طب ايه هم ال10%؟ اللي هو بعد الشر: التهابات مخ، التهابات ودان، التهابات بطن، انسداد معوي، فتق منخنق، خلع مفصل حوض، والتهابات كلى، اللي هم ال5% اللي هو رزق الغلبان اللي هو انا. لكن الباقيين لو عرفتيهم اقعدي في بيتكم ما تنزليش. ابنك فيه اي حاجه طالما ما ظرفش دم من تحت، ولا دول اتحرقوا، ولا ابنك بزياده، يبقى ما تنزليش من بيتكم. فهمتيها؟ طيب الادويه اللي هتتاخد مساعده، يعني ابنك لو بيرجع كتير وبطنه بتوجعه هتيجي جافسكون. طب ابنك لو بيرجع بزياده وبيفرق وجامد فك رجليه، ان الفرك هدي او في اوقات واوقات يبقى ابنك ما فيش حساسيه لبن، انا مش هحتاج ان انا اكتب لك على نكسيم ولا نكسكيور. بس اصل الواد الصغير بياخد وبيسمع صوت بتاعت بطنه بتاعت قولونه ولا الهواء، اصل الواد الصغير بينهج بعديها، ما انت حضرتك بألف هنا لما هتفطري بعدها هتملي بطنك وكان نفسك تاكلي اكل ما اعرفش احنا بناكله طول السنه،
بس هو في رمضان حبكت ان هو لازم نضربه كتير، تلاقي نفسك تعمل كده، انا تعبانه يا ماما، هو انا حملت تاني ولا ايه كده يعني. بس فهمت حاجه؟ بس ربنا يجعله فايده.